في عالم كرة القدم كاينين بطولات كبار بزاف، ولكن حتى أعظم النجوم وأكبر اللاعبين لم يستطيعوا الفوز بها. في هذا الفيديو غادي نكتشفوا أفضل اللاعبين اللي ما ربحوش أكبر البطولات. نبداو بأقل بطولة ونصل إلى كأس العالم. هاري كين، كأس الدولة والكؤوس المحلية. كأس الدولة كتبان سهلة خصوصا للاعب كبير، وبوجود كأسين وطنيين في الدوري الإنجليزي الممتاز. هاري كين مع توتنهام وصل للنصف النهائي ديال كأس الاتحاد ولكن خرجوا. كأس الرابطة وصل للنهائي مرتين ولكن خسر النهائي في كلتا الحالتين. لعيا من هذا الوضع مشى النادي بايرن مونيخ باش يربح الكأس، ولكن الموسم الأول خرجوا قدام نادي صغير سميتو زاربوكون. في الموسم الموالي خرجوا على يد باير ليفركوزن. ستيفان جيرارد، الدوري الانجليزي الممتاز. اسوأ حاجه هي عدم الفوز بالدوري. لاعب كبير ستيفان جيرارد كان عنده فرص عديده مع ليفربول. موسم 2009 ليفربول جمعوا 86 نقطه ولكن بقاو خلف مانشستر يونايتد. اخر فرصه كانت موسم 2013 2014. ليفربول كان قوي بزاف، دمر ارسنال ب 5-1، فاز على يونايتد ثلاثيه نظيفه، ضرب توتنهام ب 4-0، ومانشستر سيتي ثلاثيه لهدفين. يدخلوا الجوله السادسه والثلاثون المتصدرين، ولكن في المباراة الأخيرة ضد نادي البلوز تشيلسي ارتكب ستيفان جيرارد أكبر خطأ في مسيرته وخسروا بهدفين لصفر، وبقوا الثانيين بفارق نقطتين عن المتصدر. كريستيانو رونالدو، الدوري الأوروبي. أحد اللاعبين اللي ما ربحوش الدوري الأوروبي عام 2022 لعب مع مانشستر يونايتد وساهم بأربعة أهداف. مع ذلك خرجوا من دور الربع النهائي، وبالتالي رونالدو عمره ما ربح لقب الدوري الأوروبي. رونالدو الظهيرة، دوري أبطال أوروبا بالنسخة الحديثة. أول ظهور 1998 مع إنتر ميلان، سجل هدف واحد فقط وخرج من دور الربع النهائي. موسم 2002 2003 مع ريال مدريد، سجل هاتريك ضد مانشستر يونايتد ولكن خرجوا قدام يوفنتوس وموناكو. بعدها موسم 2005 2006 خرجوا من الدور السادس عشر. انتقالات أخرى إلى ميلان، ومع ذلك لم يفوز بدوري أبطال أوروبا إلى الأبد. رونالدينيو، كأس العالم للأندية. 2006 مع برشلونة، دمروا كلوب أمريكا المكسيكي ولكن خسروا النهائي قدام فريق برازيلي. 2013 مع أتلتيكو مينيرو، نصف نهائي وخسر 3-1. رونالدينيو عمره ما ربح لقب كأس العالم للأندية رغم أنه لعب عدة نسخ. لوكا مودريتش، دوري الأمم الأوروبية. نصف نهائي الدوري الأمم 2023 كرواتيا خرجت على يد إسبانيا بركلة الجزاء. النسخة التالية خرج من دور الربع النهائي ضد فرنسا، ومودريتش في حدود الساعة يبحث عن لقب مع بلاده كرواتيا في أكبر المسابقات الأوروبية. إلي كوبا أمريكا، أول مشاركة سيطر على البطولة مع 11 مساهمة تهديفية، ولكن النظام كان بنظام الدوري. البرازيل انهت البطولة بنقطة واحدة خلف الأرجنتين. إلي ملعبش بطولات موالية لتجنب الإصابات، وبالتالي إلي عمره ما قدر يربح كأس كوبا أمريكا. دون كريستيانو رونالدو، كأس العالم 2006 البرتغال وصلت لنصف النهائي بوجود رونالدو 21 سنة في ذلك الوقت. تغلبوا على هولندا وإنجلترا ولكن في نصف النهائي من أجل الفوز بأغلى البطولات كأس العالم.